رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالنبي الأول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي جعلت الرجاء لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان ربي عفوك أعظما وأشهد أن لا ولا تحويه الأقدار ولا تتخيله الأفكار ويكون الليل على النهار وهو الواحد القهار ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا سيدي ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسلوتنا إلى الله محمدا نبي الله ورسوله كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا في المدينة المنورة ففي يوم من الأيام أيها السادة الأعزاء دخل الصحابي الجليل أبو طلحة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي فإني جئتك أحدثك على أمر يخصني فيقول ويرد صاحب العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدي وسيدك محمد ويقول هات يا أبا طلحة فيقول له أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحا وما بيرحا يا أبا طلحة فيجيبني ويقول بستان وحائط من نخيل كان له بستان
من نخيل فيه عين تنضب ماؤها عذب، وكانت مستقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسولكم يدخل إليها قبل الصلاة وبعد الصلاة، فحينما يسأل النبي ويقول لما تدخل هذا البستان فيرد علينا ويقول أحب أن أشرب من عذب مائها. فقال له أبو طلحة يا رسول الله والله إنها من أحب الأموال إلى قلبي، وإني جئتك أتصدق بها إلى الله وأريد أن أضعها بين يديك. فيقول له النبي يا أبا طلحة ولما؟ فيرد عليه أبو طلحة ويقول يا أبا القاسم يا أبا القاسم إني أرجو برها من الله، أرجو برها من الله. فما أكمل كلامه حتى نزل جبريل على جناح السرعة بقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أتدري ماذا قال النبي له؟ قال يا أبا طلحة إني أرى أن تضعها في الأقربين من أهلك. نعم أنا لا أدخلها بيت المسلمين، وإنما اجعلها يا أبا طلحة في أهلك من الأقربين. فقال مستبشرا أبو طلحة وقال أفعل يا رسول الله. سيدي أبا القاسم أبا الزهراء ما أقول فيك إلا ما قد قال قائلنا من قبل. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم أن نلقاك. ثم أما بعد، من مدرسة الأنبياء والمرسلين والصالحين الأخلاق، ومع الدرس 35 بعد 100 الأولى، وعلى منبر مسجد فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ألقي موعظتي على مسامعكم الشريفة. أبدأها من قول رب العالمين من سورة الطلاق حيث يقول ربي وربكم لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أيها السادة، عنوان خطبته جاز النفقة على العيال وفضلها عند الله. اسمعوا أيها السادة، يأتيني واحد من أهل العلم شاب على أبواب الجامعة، حدثني وأحسن لي بأيمان المسلمين المغلظة. قال لي يا إمام
قلت له ثم أي ماذا؟ قال لي والله هذا أفضل شيء عنده، وأنا تلميذ في الجامعة، فوالله لا يعطيني حق السفر ولا حق المتعة أو حق الطعام أنا وإخوة الموجودين تحت النبي. تصدقون هذا أم لا؟ يا قوم، يا قومي وبني عقيدتي، في سنة 1430 وزيادة من نبي الهجرة النبي ما زال عندنا آباء على الخط الزائد بالنقيض أو الطرف الآخر لا ينفذ. قلت له لمن؟ قال لي هذا طبيعة وهكذا. سبحان الله، من أين تأكل؟ قال لي نأكل بالصمت لك، والله بالصمت لك، وعندنا في البيت فرق فيأتينا فيغلق الضوء الكهرباء على الساعة الفلانية، فنسأله يا أبا نحن ما زلنا نياما، فيرد علينا وقت النوم الكهرباء بالدراهم ما زال. وأنا أقول لكم أيها السادة الأعزاء، ابتليت بشخصين اثنين، تسألني وتقول من هما؟ برجل واحد، رجل له أسرة أنفق عليها أموالا وأموال الناس بالباطل. ابتلينا بأناس ينفقون على أسرهم ويتزايدون أدركه بهذا، وهذا الشيء لا يقبله الإسلام. ورجل بالطرف الآخر أمسك ولم ينفق، فما هو الحل؟ الحل هو الوسط، وأقول لك ما هو الوسط سأجيب عنها في هذا الحديث. اسمعوا ماذا روى الإمام مسلم والإمام البخاري وغيرهما من حديث أنس وأبي هريرة. جاء رجل وقال يا رسول الله دينار، عندي دينار يا رسول الله، هذا دينار في سبيل الله. فسكت رسول الله هو أم دينار في رقبة يعني أحسن رقبة، ودينار أتصدق به على مسكين، أم هذا الدينار على عيالي؟ بربكم يا أهل الإسلام، بماذا يجيب نبيكم وأنتم تعرفونه؟ بماذا؟ دينار في سبيل الله، أو دينار في رقبة، أو دينار أتصدق به على مسكين، أم دينار على عيالي؟ فيرد صاحبنا وسيدنا وحبيبنا وخليلنا وتاج رؤوسنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أعظمها أجرا الذي تنفقه على عيالك. اسمعوا أيها السادة الأعزاء، أعظم الدنانير وأعظم المصروف وأعظم المتاع الذي ينفقه الرجل ابتغاء وجه الله الكريم على عياله أو على الأقربين، فإذا تفضل فنخرجه إلى غيرهم. هذا هو شرع نبيكم أيها السادة الأعزاء، يعطي الخلف للمنفق ويعطي ماذا؟ السلف للممسك. جاء رجل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي دينارا آخر، يعني دينار ودينار، على من أنفقه يا رسول الله؟ فيرد عليه النبي الأول ويقول ينفقه على أصحابك في سبيل الله. حديث صحيح لا غبار عليه. دينار عند أهلك وعيالك
إلا الله سيدي أغفرك لا يحمل الحقد من تعلو به الركب لا يحمل الحقد من تعلو به الركب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. دع المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال. دع المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال سبحانه. أيها السادة في دقيقة واحدة الخلق إلى المدينة المنورة لنا لقاء بين زوجين كريمين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه أم سلمة كان لها زوج قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعى أبو سلمة. في يوم من الأيام الزوج تحدث زوجها وهو النبي أدري ماذا قالت له؟ احفظوها مني. قالت له يا رسول الله أحدثك بشيء أتقبله مني؟ قال قولي. قالت له زوجي السابق زوجته تحدث زوجها عن زوجها السابق في أي شرع هذا؟ لكن اسمعوا أيها السادة هذا ديننا واضح كوضوح الشمس في كبد السماء. قالت له زوجي السابق أبو سلمة تعرفه يا رسول الله؟ قال أعرفه. ما به؟ قالت له إن له قرابة وأولادا. طيب وبعدين؟ قالت له أريد أن ننفق عليهم فلما مات أبوه الذي هو زوجي لم يبقى له معين وأريد أن ننفق عليهم يا رسول الله. هل ممكن؟ اسمعوا ما يقول سيدكم والناس رؤوسكم صلى الله عليه وسلم. اسمعي يا أم سلمة أنفقي ولك أجر ما أنفقت عليهم. هذا زوج يقول لزوجته أنفقي على أبناء زوجه. اسمعوا أيها السادة الأعزاء قولوها مدوية عالية. يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينطق الكون والملائك حتى مجلسا قد أضله الرحمن.